من ألذ وأجمل الكيكات اللي ممكن تعمليها وتفرحي أولادك بيها. شكلها جميل جدا، عشان كده كل الأطفال بيحبوه. كيكة التايجر. بس النهاردة هعملها معاكم باللون الأصفر الجميل ده. هتشوفوا دلوقتي اللون الجميل ده عملناه بمكون عندنا في كل بيت. يلا نقول بسم الله ونشوف كيكتنا الحلوة عملناها ازاي. أول حاجة المقادير بتاعتنا، لازم نلتزم بالمقادير. عشان كده لازم نعاير بكوباية واحدة، نعاير بيها كل المقادير. الكوباية دي طبعا موجودة عندنا في معظم بيوتنا، وبجد هي دي اللي بتظبط معاكي الكيكة بتاعتك. ثانيا وده برضو الأهم، الفرن بتاعي. أنا دلوقتي حاليا كده ببقى مشغلة الفرن بتاعي، مسخناه على 180 درجة، أو الحرارة اللي هي تكون متوسطة. طبعا فرنك انتي كل واحدة عارفة الفرن بتاعها بتظبطه ازاي. دي اهم حاجة، لان احنا ممكن نمشي على المقادير كويس جدا ونعمل كيكة جميلة جدا وتبوظ معانا في الفرن. طبعا في حاجات كتير ممكن تبوظ معانا الكيكة، هنقولها مع بعض كده واحنا شغالين. نشوف الاول المقادير بتاعتنا. 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة من الملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هندخل كويس جدا الدقيق مرة واتنين وتلاتة، كل ده بيساعد ان الكيكة بتاعتي تبقى هشة. تمام. معايا بقى في الخلاط او بالمضرب الكهربائي، بالمضرب اليدوي اللي عندك هتشتغلي بيه. الكيكه بتاعتنا سهله جدا ومش محتاجه اي تعقيد خالص. معايا كوبايه ونص من السكر، عليهم بيضتين. ممكن تحطي 3 بيضات عادي خالص، بس انا اكتفيت ببيضتين وطلع معايا هشه وجميل. ومعايا طبعا الفانيليا، كوبايه ونص من السكر، عليهم بيضتين، عليهم معلقه صغيره من الفانيليا. وهنضرب لحد لما السكر بتاعي يدوب. بعد كده معايا كوباية من عصير البرتقال. البرتقال دلوقتي موجود كتير، وبجد ريحته تحفة في الكيكة. طبعا لو ما عندكيش ممكن تعمليها باللبن. هنا حطيت معلقة من التانك او الفروتي، هو ده اللي بيدي بقى اللون الاصفر والريحة الخطيرة بتاعة الكيكة. هنضربهم كده كويس. بعد كده ننزل بكوباية الا ربع من الزيت. الزيت تنزلي بيه واحدة واحدة، بيفرق قوي في قوام الكيكة بتاعتك. جربي كده وهتشوفي الفرق عن ان انت تنزلي بكوباية الزيت مرة واحدة، بالزيت بتاعك مرة واحدة، بجد كده بيفرق قوي. معايا معلقة من بشر البرتقال، هناخد بس اللي هي الطبقة الصفراء اللي فوق. خلاص كده خلصنا الخليط بتاعنا. هننزل على الدقيق ونبدأ نقلبه. وانت بتقلبي الخليط بتاعك بتقلبيه في اتجاه واحد، وحاولي ما تقلبيش كتير عشان خاطر ما تطلعيش بس الهواء من الخليط بتاعك. خلاص كده خلصنا، هو ده القوام اللي انا عايزاه في الكيكه بتاعتي. هنبدا نقسمها على جزئين عشان انا عايزه ازود عليها على نص، هنعمله بالكاكاو. لو عايزه تكتفي بكده بس عادي، هتفضيها كده في الصينيه بتاعتك وهتبقى احلى كيكه برتقال. معايا هنا الكاكاو الخام، وحاولي ان انتي تجيبي كاكاو خام نوع نضيف. طبعا احسن حاجه هو الاسباني، جيبيه من عند عطار كده كويس، لان ده فعلا بيفرق جدا في الكيكه بتاعتك. ضفت كده على النص معلقتين من الكاكاو وعليهم معلقه من اللبن، عشان طبعا الخليط بتاعي يبقى كل واحد نفس السيوله بتاعته، سواء الكاكاو او اللي هو الفانيليا او اللي هو بالبرتقال. هنبدأ بقى ننزل الصينية بتاعتي، طبعا دهناها ومبطناها بالدقيق. هننزل بقى بكمية من الخليط فيه كاكاو والخليط اللي عملناه بالبرتقال زي ما انتوا شايفين كده اهو، لحد لما اخلص كل الكمية اللي معايا. تعملي بأي حاجة بقى، بمعلقة، بكبشة، اللي متوفر عندك ابدأي اشتغلي بيه. الكيكات الجميلة جدا، ريحتها تحفة. زي ما قلت لك، لو ما عندكيش برتقال استغنى عنه، هتعملي باللبن تطلع جميلة.
بس احنا دلوقتي عشان البرتقال حاليا موجود الموسم بتاعه، فبجد بيفرق جدا في الطعم والريحة بتاعته بتبقى تحفة جدا. عشان يديها بقى شكل حلو كده. شايفين بقى شكلها جميل. هنبدأ بقى دلوقتي ندخلها الفرن. هتقعد من حوالي تلت ساعة نص ساعة. هنختبرها بالخلة. لما تيجي تختبري اي كيكة بتختبريها من النص، لان هي طبيعي من على الحروف بتستوي بسرعة. تختبريها من النص تمام. ما بتطلعهاش على طول من الفرن، بتسيبيها حوالي كده 5 دقايق كده في الفرن، بتفتحيه بس شوية وبتسيبيها لحد لما تبرد معاكي، وبعد كده تبدأي تطلعيها. دي حاجة طبعا مهمة جدا، لان ممكن الكيكة بتاعتك تبقى تمام وتطلعيها على طول من الفرن فبتبدأ ان هي تهبط منك. بس كده طلعنا الكيكة بتاعتنا وقلبناها. شايفين بقى الجمال. شكلها جميل جدا وريحتها مفيش احسن من كده. طبعا البرتقال بيقلب بالريحة، خصوصا كمان في الشتاء. الكيكات الجميلة جدا مع كوباية الشاي كده. شايفين شكلها لوحده بس يفرح. اعمليها كده وفرحي بيها اولادك، ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم. وما تنسونيش بقى في اللايك يا حبايب قلبي، والسلام عليكم.